كل ما انت في لاعب خلاص هنخلصه تقعد تروح رافع عيني في ثمنه وتلفت نظر المنافس ليه؟ وانا مش بصراحه ما اقدرش اجيب القندوزي ب 60 مليون جنيه، ما اقدرش وما اعملش ده. واللي يقول لك اصل سامسون بمليون و200 الف دولار، فين الكلام ده؟ ده هو بالنادي بتاعه ما فيش 700 الف دولار، يعني حوالي كام؟ 21 تقريبا هو بالنادي بتاعه. مش كده بجد. هو اللي بيعمل ده الزملكاوي. الاخ شبانه طبعا مرفوع قضيه دلوقتي قفل القناه وراحت المفاوضين. راح دار الخبر قال لك فيريرا هيطردوه من الفندق كل الفندق اعتقد مريض كل بقاله 3 اشهر. يا جماعه انت لما يجي حد بيروح فندق بتدفع الاول تامين، تمام؟ وكل 3 اشهر بتدفع لان ده عقد سنوي. ادي اهو، ادي فندق ماريوت ادي شباب كذاب. كذاب. قناته مغرضه. قناته مغرضه. يا اما تسيبنا بالضحك ده بقى وكأننا على المريخ والحصاله وسارق بقى 10 ماتشات بيكسب ماتشين وبيتعادل 3 بيتغلب 5 من اول السنه، ما كسبش غير ماتشين بحكام مصريين. ما مساء الضحك. انتوا بقى هتلاقوا ايه بقى؟ كلام فارغ برضه. شوشو طالع لا اصل هيروح لسه راجل تظلمات. هو لو لسه راجل تظلمات يا اخ شوبير، انا بس عايز اعمل لك كام مفاجاه كده. اندفعوا 16/2 يعني النهارده من المديونيه. واضح اهو. الاتحاد 7 مليون جنيه، تمام؟ نرجع بقى عايز اخاطب جماهير الزمالك. انتوا ما تدفعوش ليه من الاول؟ انتوا ناسيين الموضوع عباس حاجز على حساب فيه حوالي 70 مليون جنيه بين مصري ودولارات ويورو. بدل ما توجه سهامك لموضوع عباس انت عايز تشتمني انا. ده كويس ان احنا لسه واقفين على رجلنا وجايبين لعيبه وعاملين صفقات وبندفع مرتبات و6 اكتوبر شغالين دلوقتي فيها. لو حد راح هتلاقيهم شغالين هناك دلوقتي في الموقع. فمن فضلكم بدل ما تيجي تمسك في رقبتي انا، امسك في رقبه اللي هو اصلا حاجز على 70 مليون، تمام؟ فمبروك لجمهور الزمالك. لعيبه 3 لعيبه حاجه محترمه جدا ومن الاماكن اللي احنا محتاجينها. لا هو جايب بتاع 12 صفقه في الصيف يضحكوا، قال لك اكملهم ب3 صفقات في الشتاء يضحكوا اكتر، او 3 صفقات دول هم القشه التي هتفشخ ظهر البعير.